الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الجميع على ثقتهم واختيارهم لي بأن أكون سفيرا لقضية إنسانية لطالما عانينا منها لهذا اليوم، قضية تحمل الكثير من الضحايا والألم والحسرة والندم، قضية لطالما أشرنا إليها وأشارت إليها جهات حكومية وحملات توعوية وغيرها، ولكن لا حياة لمن تنادي. هي ضحايا السرعة الجنونية. فكم من عائلة فقدت أباها، وكم من أب وأم فقدوا أبنائهم في ريعان شبابهم، وكم من عائلة ذهبت بأكملها ضحية للقيادة المتهورة. أليست أرواحنا وحياتنا غالية علينا؟ ألا تستحق الحياة بأن نعيشها بهدوء لا بحسرة وندم؟ أيها الأب، أيها الابن، لا أظن ذلك، فقد ماتت أرواحنا ونحن على قيد الحياة. أيها الأب، أليست عائلتك هي شمعة حياتك؟ فلا تطفئها. يا أبوي دنيا بدونك ما لها معنى، أيامها سود والقشرة ليالي، ما لها أي معنى وانت مو معنا، وش نبي بس فيها وانت مو فيها. نطلبك بغلا عيالك لا تودعنا، يا ابويا عين انت حبك لا تخليها، ما لنا غير وصلك يا مجمعنا، في مثل طيبتك والله ما نلاقيها. نتعب نجاريك في الطيبة وتمنعنا، نتعب ونتعب ما نجاريها. يا ابويا عين تحبك لا تخليها، يا ابويا عين تحبك لا تخليها.